الطفل اللي كان بيلعب حافي في قرية ما فيهاش نور ولا كهرباء بكرة شراب بخيط بقى بعد سنين قليلة واقف قدام آلاف الناس وشايل أفريقيا كلها على كتافه، وكان في يوم من الأيام كمان مرعب لأكبر أندية أوروبا. الولد ده ما كانش غني ولا مدلل ولا عنده واسطة، كان عنده حلم وإصرار يخوف. دي مش قصة لاعب كورة. الليل في قرية بمبالي كان دايما ساكت، ضلمة على ضلمة. كان في ولد صغير قاعد تحت نور لمبة ضعيف جدا وماسك في ايده كورة متقطعة، مش شايف الفقر اللي حواليه زي ما هو شايف نفسه قدام الجمهور، شايف كاميرات، شايف حلم بعيد، بس كان متأكد انه هيقرب. ماني اتولد سنة 1992 في قرية شوارعها تراب وبيوتها بسيطة جدا، وكان بيلعب كورة حافي في الحر وفي المطر، والكورة عنده أهم من أي حاجة. أبوه كان إمام المسجد، كان شايف إن الكورة لعب عياله ومضيعة وقت، وكل مرة يشوف فيها كان يقوله سيب يا ابني اللعب وركز في التعليم. وماني كان بيسكت بس جواه صوت بيقوله استنى وانا هوريك. بعد وفاة والده ماني حس ان الدنيا فتحت له باب. واحد من الكشافين شافه وقال له تعالى دكار فيها اختبارات. المشكلة لا كان في فلوس ولا لبس، كان الجزمة مقطوعة وشنطة صغيرة. ماني ركب عربية نقل سايب القرية وراه وماسك في الحلم بإيده واسنانه. لما وصل ماني دكار لقى عيال لبسهم جديد وجزامهم غالية بيضحكوا عليه وبيقولوا ده جاي منين ده. بس من اول لمسة كرة ليه الضحك وقف. سرعة، مهارة، جرأة، والمدرب واقف مش مصدق. ومن هنا ماني دخل أكاديمية جنريشن فوت وبعدها على طول على أوروبا. أول محطة كانت ميدز في فرنسا سنة 2011. أول غربة، أول برد، لغة مش فاهمها، وحدة تقطع القلب. من غير بطولات بس خطوة واحدة لازم تتحط. ومن هناك على ريد بول سالزبورج في النمسا سنة 2012. وهنا بقى ماني انفجر بجد، خد الدوري النمساوي مرتين وكاس النمسا وبقى الهداف، واسمه بقى يتقال في اوروبا كلها. سنة 2014 راح ماني ساوثهامبتون في الدوري الانجليزي، وفي ساوثهامبتون عمل حاجة دخلت التاريخ، اسرع هاتريك في تاريخ البريمير ليج كله، هاتريك في اقل من 3 دقايق. الجمهور حفظ اسمه واللي ما كانش يعرفه بقى خايف منه. وفي 2016 النقلة اللي غيرت كل حاجة، ماني راح ليفربول. ده مش نادي، ده كان امتحان، يا تنجح وتبقى اسطوره يا تغرق وتتنسي. وماني وقتها اختار يكتب تاريخ. من اول ماتش جري، ضغط، اهداف، شخصيه. ومع صلاح وفيرمينو عملوا واحده من اخطر الجبهات الهجوميه في تاريخ الدوري كله. في موسم 2018 2019 كان هداف الدوري الانجليزي ب 22 هدف، ووصل مع ليفربول لنهائي دوري الابطال وكسبوه، ورفع الكاس الكبيره لاول مره في حياته. بعدها بسنه حقق الدوري الانجليزي بعد 30 سنه غياب عن ليفربول، ومعاهم كمان كسب السوبر الاوروبي وكاس العالم للانديه وكاس الاتحاد الانجليزي وكمان كاس الرابطه. وماني كان دايما موجود وقت اللزوم. بس الحكايه مع المنتخب كانت اعمق واصعب. ساديو ماني ما كانش بس لاعب في منتخب السنغال، ده كان القائد، كان الرمز، وكان الامل. وصل لنهائي افريقيا 2019 بس للاسف خسر. بس ماني ما استسلمش، رجع سنه 2021 وشال المنتخب وسجل ضربه الجزاء الحاسمه وكسب وقتها كاس افريقيا لاول مره في تاريخ السنغال. بقى الهداف التاريخي للمنتخب وقدوه الجيل كامل، والناس مش شافته بس نجم، ده شافته بطل. بعد 6 سنين مجد في انجلترا ماني قرر يروح بايرن ميونخ سنه 2022 وخد معهم الدوري الالماني، بس للاسف الاصابات والمشاكل خلت التجربه قصيره. وفي 2023 ماني فتح صفحه جديده مع النصر السعودي جنب كريستيانو رونالدو، ولسه مكمل المشوار ولسه بيكتب فصول جديده. ومع كل النجاح ده ماني ما نسيش بلده خالص. ماني بنى مستشفى بقيمه 500,000 دولار، عمل علاج مجاني كامل لاهل قريته، كل اسره محتاجه بتاخد 100,000 نيره شهريا، منح دراسيه للطلبه، انترنت وكهرباء ببلاش، ومسجد كبير. لا وكمان بنى مدرسه ابتدائي واعدادي علشان الاطفال يتعلموا صح، علشان وقتها ياخد جائزه سقراطس للاعمال الانسانيه. وكان دايما بيقول انا اعمل ايه بالعربيات والفلوس واهلي محتاجين. وبرغم كل اللي حصل في نهائي افريقيا 2025 من ضغط عصبي وجمهور شايل السقف وماتش متكهرب للاخر، ساديو ماني كان ثابت، ما استخباش، ما انهارش، وما سابش المسؤوليه. من اول دقيقه وهو بيشد في اللعيبه، بيهدي الصغير قبل الكبير، وبيطلب هو الكوره وقت ما كان ناس كتير بتزوغ منها. اتخانق كوره، رجع يدافع، ضغط، فتح مساحات، ولحد اخر نفس كان بيجري كانه اول ماتش في حياته. حتى في اصعب اللحظات لما مدرب منتخبه طلب من اللعيبه ان هم ينسحبوا، ماني رفض ده وفضل ينادي لاصحابه يقول لهم ارجعوا هنلعب وهنكمل. وبالفعل شال المسؤوليه كلها على صدره وقال ان المنتخب فوق اي اسم، وان الخساره او المكسب عمرهم ما يلغوا اللي اتبنى، لحد ما ربنا كرمهم ولاعب المغرب ضيع ضربه الجزاء ويرد لاعب السنغال وقتها ويسجل هدف الفوز علشان يرفع ساديو ماني الكاس لتاني مره في حياته. كمان ساديو ماني قال لا يمكن باي حال من الاحوال ان اخلي مراتي تقعد في المدرجات وتتعرض للمضايقات، تقدر عادي جدا تتفرج عليا على التلفزيون زي امي واخواتي وبنات قريتي. من واجبي كمسلم ان احافظ على مراتي لانها اغلى شيء في الحياه، وعمري ما هسمح لنفسي ان اكون سبب انها تتعرض لاي خطر. ساديو ماني كان راجل جوه الملعب وكمان بره. وفي الاخر القصه ما كانتش كوره بس، القصه كانت راجل اتولد من اللاشيء وفرض اسمه على الكل. ساديو ماني ما كسبش بطولات بس، كسب احترام وكسب دعوه كل واحد شاف فيه امل. من التراب للنور ومن الجوع للمجد
المجد من قرية محدش كان يعرفها لقمة الهرم. وهنا الدرس، مش اللي بيتولد غني هو اللي بيكسب، اللي بيمسك حلمه بإيده واسنانه هو دايما اللي بيوصل. أما ساديو ماني ما كانش أسطورة كورة وبس، ده كان دليل إن الرجولة لما بتقابل الإيمان مفيش حاجة تقدر توقفها. والحكاية اسمها اتكتب ومش هتتمسح نهائي.